بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم إنا نحمدك حمد الشاكرين، نحمدك حمد الذاكرين، نحمدك حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى، واجمع لنا برحمتك خير الآخرة والأولى يا أرحم الراحمين. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا اللهم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بما معنى الحديث: كل شيء لم يبدأ بذكر الله فهو أبتر ومنقوص، وخير ما نبدأ به آيات من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الجاه الكريمة، الحضور الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شرفتمونا بحضوركم، ولكم الشكر الجزيل على هذا الحضور. والله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يفرحكم بعيالكم، وأن يجعل إن شاء الله الفرح والسرور دائما حليفكم. الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح. وقال الله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن أعظم نعم الزواج هي السكينة. ومتى نزلت السكينة أو ما نزلت السكينة على قوم إلا غشيتهم الرحمة وغشيتهم المحبة وغشيتهم المودة، ليس فقط للزوجين ولكن لكل من يحيط بهذين الزوجين. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير. تكن في الأرض فتنة وفساد كبير. الأخ العزيز أبو جاسم، الجاه الكريمة، الحضور الكرام، حبيبنا ولدنا جاسم، جئت طالبا ودنا في ابنتنا سارة، فوالله إن سارة حبيبة النفس وقرة العين ومهجة القلب وأنشودة الفؤاد، ولا أزكي على الله أحد، فلنا كل الشرف في نسبكم، وسيرتك قد سبقتك، تلك السيرة التي ابتداؤها وعنوانها مخافتك الله وحبك لله سبحانه وتعالى في طلب مرضاته ورضوانه.
وكذلك حبك للصلاة وإقامتها في وقتها، وكذلك حبك للخير، حبك الخير للناس، وحبك لأهلك وبرك بأمك وأبيك، وحبك للناس كما ذكرت، فكل ذلك مدعاة لقبول هذا النسب. فلك منا القبول يا عم أبو جاسم، يا الحبيب جاسم، والله أسأل أن يجمع بينكما على خير، أن يبارك لكما وأن يبارك عليكما وأن يجمع بينكما على خير. فلك منا القبول. وآخر شيء نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونقرأ الفاتحة على نية القبول والسداد والتوفيق. آمين. بسم الله. بسم الله. بالبركة. بالبركة يا عم، بالبركة يا عم، بالبركة يا حبيبي. الله يرضى عنك يا رب، الله يبارك فيك حبيبي إن شاء الله.